السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة للأسف جايلكم بجريمة مش ممكن حد يستوعبها ولا حد يصدقها ولا في أي عقل في الدنيا يصدقها. جريمة النهاردة من أم اسمها هناء في محافظة الشرقية، عندها 30 سنة وعندها طفل عنده 5 سنين. الأم دي منفصلة عن زوجها من حوالي 3 سنين وعندها مرض نفسي، لكن قولولي مهما كانت الأم عندها مرض نفسي أو عندها أمراض الدنيا كلها، هل ينفع إنها تعمل أو تقوم أو ينعدم من قلبها الرحمة إنها تعمل في ابنها اللي هو حصل ده واللي هي عملته ده؟ الأم قامت بخنقه الأول، يعني مش عارفة أوصف لكم إزاي الجريمة. قامت بخنقه الأول وبعد كده ذبحه وتقطيعه، وبعد كده اللي بقى مش ممكن يصدق إنها عملته كلته. وأول حاجة عملتها الرأس بتاعه، سوتها وكلتها. وبعد كده بيسألوها بيقولوا لها انتي عملتي كده ليه؟ قالت لهم اني انا خفت عليه وبحبه قوي قوي وكنت عايزاه يرجع لبطني تاني. تخيلوا حاجة زي كده ممكن تحصل او ممكن كلام يتصدق مهما كانت تعبانة نفسيا. للأسف قامت مركز شرطة بقى فقوس في الشرقية في محافظة الشرقية اتلقى بلاغ بان في ام قتلت طفلها وتم القبض عليها، ودلوقتي جاري التحقيق معها والتحفظ على الجثة بتاعت الطفل. كانت للأسف مقطعاها وحطاها في جردل عشان تكمل على الباقي بقى، تاكل الباقي وتسويه وتاكله، لكن الحمد لله تم القبض عليها. ما تنسوش بقى تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وتعليق. عرفوني ايه رأيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.